شكون هو إسكوبار الصحراء؟ وشكون هاد الشخصية الغامضة اللي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، بالخصوص فاش تفرقعت الرمانة ديال هاد القضية اللي تورطوا فيها شخصيات معروفة في المغرب؟ اللقب ديالو إسكوبار الصحراء، ولكن الاسم الحقيقي ديالو هو الحاج بن براهيم. الوالدة ديالو مغربية والأب ديالو من مالي. معتقل في المغرب من 2019. تزاد إسكوبار الصحراء سنة 1976 في العاصمة كيدال طوارق شمال مالي. هاد المعلومات جات على لسان صحيفة جون أفريق الفرنسية في وشت 2013. إسكوبار الصحراء كان كيتعاطى التجارة في السيارات والتاجر حتى في الذهب، من بعد ولا كيتاجر في الأنشطة الممنوعة، وشوية بشوية ولا كيزعم الفلوس داخلة كالروز، ولا كيلعب كبير وكيتاجر في الكوكايين. هادشي في أمريكا اللاتينية، في بوليفيا. تما تعرف على شخصيات وربط علاقات مع قنوقة كبارين، وتعرف على شي بنت شخصية كبيرة في بوليفيا. تما فرقعها ولات عنده أملاك كثيرة عبر العالم. بحسب جون أفريق كتقول بلي إسكوبار ربط علاقات مع عدة نساء، ومنهم فنانة مغربية ونساء أجنبيات مشهورات، والأموال والأراضي في بوليفيا، وفيلا فاخرة في الدار البيضاء، وشقق في البرازيل وروسيا، وجزيرة خاصة في غينيا. ولكن إسكوبار الصحراء في أمريكا اللاتينية مبقاش واكل فيها. لربما هذا هو الخطأ اللي منين بدا الخطة ديالو في التجارة هو يتجه لغرب أفريقيا. في 2010 إسكوبار تعرف على شخصيات مغربية في الجهة الشرقية، واستغل هاد العلاقات باش يطور المشروع ديالو في التجارة في القنب الهندي، ويولي يصدرو نحو إفريقيا من 3 حتى 4 المرات في العام. وكل شاحنة كتمشي كتوزن من 30 حتى 40 طن من المخدر الشيرة، من سواحل السعيدية إلى الخارج. تمكن إسكوبار الصحراء باش يطور النشاط ديالو ويولي يغسل الأموال ديالو من خلال الشركاء ديالو في المغرب. شرى عدد كبير من الشقق الفاخرة في مارينا في السعيدية، واستثمر بزاف ديال المشاريع ونشأ معامل وزيد وزيد. ولكن في 2015 صدرات مذكرة من الشرطة الدولية الانتربول باش يتم الاعتقال ديالو، وتم القبض عليه في موريتانيا. بعد ما خرج من الحبس حاول يرجع باش يجمع المستحقات ديالو من دوك الشركاء والمشاريع ديالو اللي كان كيدير، منهم شركاء مغاربة اللي استافدوا من الأملاك ديالو خلال ديك المدة السجنية. المستحقات كانت كتقدر ب 3.3 مليون يورو. بحسب الصحيفة كتقول باللي ديك الفيلا اللي عنده في الدار البيضاء استولى عليها رئيس نادي كرة القدم كبير، والشقق اللي عنده في نفس المدينة استولوا عليها الشركاء اللي كانوا عنده في الشرق. مع وصل المطار محمد الخامس بالدار البيضاء 2019 تم الاعتقال ديالو من طرف المكتب للمركز التحقيقات والأبحاث القضائية.